ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض بقى اكله حلوه قوي واكله بسيطه جدا. لكن قبل ما ابدا نصلي بينا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب نص كيلو من اللحمه المفرومه. هنجيب بصلتين، قرن فلفل وقرن شطه. المتاع عندك ما فيش اي مشكله. وهنجيب بيه طماطمتين. هنبشرهم كويس بالمقشره زي ما انت شايفه كده. طبعا لو انت مش عندك الكبه ممكن تعمليهم زي ما انا قلت كده. وطبعا بعد ما خلصنا هنصفيهم بقى بالمصفى زي ما انت شايفه كده، علشان احنا عاوزين نطلع منها نطلع من الخضار الميه، عشان الميه هتهري معانا الكفته وهتبوظها لنا. تمام. والميه مش هنرميها، الميه هنعوزها في حاجه تانية زي ما انت شايفه كده. هنضيف بقى الخضار بعد احنا مصفيناها، هنضيف الخضار على اللحمه المفرومه. وهتضيفي خضار. الخضار هيدي نكهة وهيدي طعم حلو قوي في الأكلة. هتحط طبعا فلفل اسود، كمون، كزبرة، آه، نص معلقة من الثوم البودر، نص معلقة من البصل البودر. وهتضيفي نص معلقة من الملح. هنعجنهم بقى مع بعض كده عجنة كويسة كده. هنعمل أحلى كفتة ما شاء الله على الريحة وما شاء الله على الطعم، طعمها كانت روعة. هنجهز كده طماطمتين كده، وهنجهز بصلاية مع بعض كده. وهتضيفي طبعا طعام فراخ، كمون، بهارات، فلفل اسود. وطبعا شعرة من الملح كده. وهتضيفي طبعا صلصة. طبعا احنا هنعمل أكلة تانية غير الأكلة الكفتة. تمام. طبعا احنا لازم نعمل الصلصة اللي هي المعلبات أو الكيس. مش الصلصة اللي هي الطماطم الصفحة. تمام. هنعجنهم كده مع بعض كويسين كده. وبعد كده طبعا هنمسك الفراخ بتاعتنا، تكوني مقطعة الورك نص، نص او تلات ربعات. تمام، علشان خاطر احنا عاوزين التتبيلة تبقى كويسة فيها وتكون طعمها حلو كده واحنا بناكلها. انا حبيت بصراحة اغير من الاكلة شوية، فحبيت اعمل تغيير. وهنسيبها في التلاجة لمدة ساعة. وطبعا دي طبعا المية اللي طلعت من الخضار انا حطيتها عليها. وطبعا انا كنت سايبه اللحمه المفرومه برضو مده نص ساعه في التلاجة او ساعه، عشان تجمد معانا يعني كويس. وبعد كده طبعا هتجيبي الخله بتاعتك، الخله اللي موجوده عندك، او ممكن لو مش عندك متاحه ممكن تعملي بايدك بس تصغريها زي ما انت شايفه كده. ما شاء الله كويسه وماسكه كده. اني قسمت الخله الواحده، قسمتها على نصين. يعني عملت نصين كده مع بعض علشان خاطر تستحمل معايا اللحمه وتمسك معايا اللحمه كويس. وبعد كده طبعا هنجيب الصينيه بتاعتنا، هنطلع الفراخ من التلاجة، التتبيله اللي احنا عملناها زي ما انتوا شفتوا. هنضيفها في الفرن. وهضيف طبعا الصوص اللي طلع من الفراخ وطلع من التتبيله، هنضيفها عليهم زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين كده طبعا الكفته احنا حاطين كده قرن فلفل كده، شطة معلش. هتضيفي طبعا، هتجيبي بقى خضار محشي كده وهتحطيه في الطبق بتاعك اللي انت هتقدمي فيه الاكل. اكلة منتهى الجمال ومنتهى الطعم ما شاء الله. وهجي طبعا البصل كده تقطعيه شرايح كده صغيرة خالص. ودي الكفتة بعد ما طلعت معانا زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. والمية اللي احنا طلعناها احنا حطينا منها من على الفراخ، وحطينا منها على الوش كده للحمة المفرومة زي ما انت شايفه كده ما شاء الله على الجمال. شايفين الشكل وشايفين الجمال، طعمها روعه. ده طبعا الفراخ بعد ما طلعت من الفرن زي ما انت شايفه كده. مش هناكلها بقى على رز ولا مكرونه ولا محاشي خالص. احنا هناكلها على العيش. ودي الطحينه، انا جهزت طحينه وما شاء الله على الطعم وما شاء الله. كانت اكله حلوه قوي وكانت تحفه، بالف انا وشفا، مع الف سلامه.